وصلت تهديدات قريش وتهديدات المشركين واليهود الذين يعيشون في المدينة. كل هذا التهديد وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكد بأنهم يكيدون له ويكيدون للمسلمين في المدينة، لأن كفار قريش اتفقوا مع المشركين المجاورين للمدينة، واتفقوا أيضا مع اليهود الذين يعيشون في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفتكوا بحياته وبحياة المسلمين الذين يعيشون معه في يثرب. فأصبح حبيبي عليه الصلاة والسلام لا ينام الليل ويبيت ساهرا خوفا من أن يفتك به أحد المشركين. وفي ليلة من الليالي، من كتر تعبه عليه الصلاة والسلام وسهر الليالي، قال لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. سبحان الله. فإذا بهم يسمعون خشخشة سلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال له: سعد بن أبي وقاص. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نام قرير العين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا في الحلقات الماضية أنه بعدما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو والمسلمون، واتحدوا جميعا، وزرع بينهم المودة والحب والإخاء الذي جعل المسلمين يعيشون كأسرة واحدة وكفرد واحد من شدة حبهم لبعض وحبهم لحبيبهم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. المشركون في قريش ما عجبهمش الحال وما ارتاحوش لوجود المسلمين في المدينة، وبقى فيهم الحال، يعني بقى فيهم ذاك الغيظ: لماذا المسلمون فروا منهم ويعيشون الآن بأمان؟ حسدا من المشركين، حسدوا المسلمين على هذه اللحظات الجميلة اللي لقوها في المدينة، وعلى هذا العيش الكريم اللي لقوه في المدينة. فكفار قريش عملوا معاهدات مع المشركين المجاورين لرسول الله، يعني السكان القريبين من المدينة، عملوا معهم اتفاقيات باش يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتلوا المسلمين اللي في المدينة. وأيضا اتفقوا حتى مع اليهود الذين يعيشون في المدينة. وكان من بين هؤلاء اليهود عبد الله بن أبي، اللي قلنا عليه أنه كان سيأخذ الملك في المدينة لولا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحقد كثيرا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والآن جاءته الفرصة بين يديه عندما اتفق مع مشركين قريش ليفتكوا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا ينام الليل ويبيت ساهرا خوفا من فتك أحد المشركين به وبحياته. والمسلمون أيضا في المدينة كلهم أصبحوا لا ينامون الليالي إلا وهم يحملون السلاح، وكل يحرس نفسه وكل يحرس صاحبه خوفا من أن يفتك بهم كفار قريش واليهود الذين يعيشون في المدينة في أي لحظة. فأصبح المسلمون متوجسون يعيشون في خوف وفي قلق، مع أنهم متحابون مع بعض، إلا أنهم لم يكن لديهم القدرة على القتال ظلما وعدوانا، ولم يكن قد نزل لهم الأمر بالقتال، فكانوا فقط يخافون على حياتهم ويحملون السلاح من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم. وهنا نتذكر الناس الذين يقولون أن الإسلام جاء بالسلاح وجاء بالسيف. لا، وهذا هو الدليل أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم عمل اتفاقيات مع اليهود، وعمل اتفاقيات مع بعض القبائل التي تعيش بقرب من المدينة لكي يعيشوا بسلام، ولم يؤذي أحدا ولم يرغم أحدا على الدخول في الإسلام. فقال لهم كما جاء في كتابه العزيز سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي ديني. فترك لهم كلهم اختيار ديانتهم، لم يأمر أحدا بأن يدخل للإسلام بالسيف. فكان صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون يحملون السلاح فقط ليحموا أنفسهم من غدر كفار قريش وغدر اليهود بالمدينة. وظلوا لمدة طويلة وهم هكذا، المسلمون متخوفون
ومتوجسون من الكفار ويحملون السلاح ولا ينامون الليالي خوفا على بيوتهم وعلى عائلاتهم، لأن كفار قريش اتفقوا مع اليهود باش يديروا إبادة جماعية للمسلمين في المدينة وينزعوا الإسلام نهائيا من الكرة الأرضية. وهذا الأمر هو اللي خلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم متيقظ ويسهر الليالي هو والمسلمون من أجل أن يحموا حياتهم وأن يحموا الإسلام قبل حياتهم. فظلوا هكذا حتى يوم من الأيام نزل قرآن كريم من السماء على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول الله فيه سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعصمك من الناس. في هذه اللحظة عندما نزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكد بأن الله خير حافظا، فأخرج رسول الله رأسه من القبة وقال لأصحابه: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. وبعد نزول هذه الآيات الكريمة ارتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسيا، وارتاح المسلمون أيضا، لأنهم كانوا يخافون على رسول الله، يخافون على حياته أكثر من خوفهم على أنفسهم وعلى أولادهم. وفي ظل هذه الظروف الخطيرة اللي كانت كتهدد كيان المسلمين بالمدينة وتهدد أيضا الإسلام ودولة الإسلام اللي كانت باقة دولة فتية، دولة في طور التأسيس، كانت قريش لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم، فكانوا يبحثون عن أي وسيلة وعن أي طريقة ليقاتلوا بها المسلمون وليعيدوا لأنفسهم عزتهم الوطنية. وفي هذه الأيام أنزل الله سبحانه وتعالى إذنه للمسلمين بأن يقاتلوا ويدافعوا عن أنفسهم، ولم يفرض عليهم القتال، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات الكريمة ليعطي الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بالقتال، ولم يفرضه عليهم. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. سورة الحج. هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الإذن بأن يقاتلوا لأنهم ظلموا وليس لأنهم يفرضون الإسلام بقوة. وأنزل هذه الآية ضمن آيات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صدق الله العظيم. وهنا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في طريقة يؤمن بها حياة المسلمين وفي نفس الوقت يكسر بها شوكة كفار قريش، فبدأ صلى الله عليه وسلم يفكر في طريقة ليبسط المسلمون سيطرتهم على الطريق التي كانت تمر منها تجارة قريش من مكة إلى الشام. واختار صلى الله عليه وسلم طريقتين لبسط السيطرة على هذه المناطق. فبدأ أولا بعقد معاهدات مع القبائل التي تسكن في هذه الطريق لكي يضمن بأن لا تمر قوافل قريش من هناك. وبهذه الطريقة سيكون المسلمون لهم سيطرة على هذه الأماكن وعلى هذه الطرق، بحيث يقطعون الطريق على التجارة التي كانت تقوي شوكة قريش. وأما الطريقة الثانية فهي إرسال دوريات استطلاعية تراقب الطريق وتراقب القوافل التي تمر من هناك، حتى يصبح للمسلمون قوة وسيطرة على هذه الطريق لكي تساعدهم على حماية أرضهم وحماية دولتهم الجديدة في المدينة.